السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين شفيع الأمة الإسلامية يوم الدين، الرحمة المهداة للعالمين، الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى. شكرا لكل الملتحقين بركب قناة زيد، أتمنى أن أكون عند حسن الظن بإذن الله. شكرا لكل التعاليق الجميلة الطيبة، التعاليق الراقية. بالنسبة للكراغلة راه أنا ما تنجبدكمش وأنا ما واصلش لكم. إذا انطلقت فسأنطلق كالسهم، سأصيب كل من سيقف في طريقي بالحق. لن أعتدي، لن أسيء الكلام، لن أحط من خطابي، ولكن بالحقائق والوقائع سأوجعكم، لذا تنحوا جانبا. الأمر نحن الآن مع فلسطيني واحد جاحد. نحن لا نعمم، وأنا شخصيا لا أعمم وأرفض لغة التعميم، فلذا لا تستغلوا المسألة وتركبوا على الموجة. تنحوا جانبا، لأني لبؤة شرسة بالوقائع والحقائق وبأسلوبي المحترم سأوجعكم. هذا كان واحد تنويه آخر بالنسبة للقصة ديال فلسطين اللي أنا حكيتها لكم. رمزت عليها حتى شي حاجة، فقط قمت بإعادة سردها بواحد الطريقة مختصرة. وشكرا للأخوات والإخوان اللي نبهوني باش أنني نمشي نبحث في أحداث غزة بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، وعطوني الفلسطينية في يناير 2006، وعطوني مدوني بمجموعة من المعلومات. انهم تيقول لك وما انهم عندهم ناس ديالهم، وراه كاينين، قال لك ان مغاربة ساكنين في حي المغاربة من اصول مغربية، جالسين في واحد الزاوية مغربية تماك، هم الذين يصرحون بهذه الأحداث. إذا ما علاقة هذا الفلسطيني فادي الجاحد بكل هذه القصة وبكل هذه السيرورة ديال هذه الأحداث اللي وقعات فلسطين؟ أنا غادي نحكيها لكم الإخوة الكرام. العالم الإسلامي كله تعرف أن هناك فصيلا فلسطينيان يقاومان ضد الاحتلال. واحد كيمثل حسب الغرب الفصيل الشرعي اللي هو حركة فتح، والثاني فصيل إسلامي مقاوم بامتياز لا اعتراف دولي به. لكن شاءت الأقدار وشاء الشارع المقدسي أن يدعم فصيل حركة المقاومة الإسلامية حماس لتفوز بالانتخابات التشريعية في يناير 2006. مرغم لا مخير كلف الرئيس الفلسطيني عباس القيادي إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة، ولكن تحركت القوى الغربية الداعمة لإسرائيل وأوقفت المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، ضيقت الخناق على السلطة الفلسطينية، لأنها أصلا حماس لا تعترف بالكيان الصهيوني. في يونيو 2006 بعد الفوز بالانتخابات والسير نحو تشكيل حكومة والضغط الأجنبي على السلطة الفلسطينية، مسلحون من حركة حماس كيحتاجوا الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط خلال عمليات عسكرية بين قطاع غزة وإسرائيل. دامت مدة الاحتجاز 5 سنوات، اندلعت فيها من جديد مواجهات عسكرية بين إسرائيل وحماس لتقرر إسرائيل فرض حصار جزئي على القطاع. زايدات الضغوطات الغربية على حركة فتح للإسراع بالإطاحة برموز حركة حماس، ومدى بهم أنهم يقدموهم على طبق من ذهب لإسرائيل. في شتنبر 2006 مرة أخرى اندلاع اشتباكات بين أنصار حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، ترونات بيناتهم بالمعقول، وتحذير من الجامعة العربية على أن غادي تكون هناك
واحد الحرب أهلية ستأتي على الأخضر واليابس بفلسطين. تدخل عربي ومساعي للصلح بين الفصيلين الفلسطينيين. تم الاتفاق على تشكيل وحدة وطنية في مارس 2007 بعد أشهر من الصراع والمواجهات وأعمال العنف. لكن مرة أخرى في 2007 بالضبط في يونيو، حركة حماس الإسلامية تطيح من جديد بحركة فتح في قطاع غزة وتفرض سيطرتها الكاملة على القطاع وتفرض الهيمنة كيف قلت لكم الكلية. مرة أخرى تشديد الحصار على القطاع ودخول أنصار الحركتين من جديد في اشتباكات. هذه الاشتباكات أدت كانوا فيها ضحايا، كانوا فيها أموات للأسف. لتشكل هنايا وقفات أو وقف التعاون والتعامل الصوري فقط، أما داخليا فرا كان جواسيس وعملاء تيوشيو بأعضاء حركة حماس وشحال من عضو تقتل في هذيك الاشتباكات. تشكلات مرة أخرى حكومة فلسطينية في الضفة الغربية وتم إقصاء حركة حماس بدعم مالي كبير من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، دعموا عباس وحكومة سلام فياض. غادي نحبس حتى لهنا. علاش؟ لأنه الإخوان هذه هي المحطات اللي كتهمنا باش نربطوها بهذا الأخ الفلسطيني الجاحد. وهذه باختصار شديد جدا هي الأحداث باش نوضعكم في الصورة. هذا الفلسطيني فادي اللاجئ الجاحد اللي هو لاجئ الآن بالمغرب، هو الإخوان الكرام بكل بساطة كان أحد عناصر هذا الصراع، وكان واحد كان مزدوج الهوية، مرة كان مع هذا الفصيل ومرة كان مع الفصيل الآخر، ليتخذ في حقه واحد القرار من الفصيلين بجوج أنه خائن وجاسوس. هو متهم بالخيانة والعمالة، وأوشى بمقاتلي حركة حماس للعملاء من السلطة الفلسطينية اللي اتهمته هي كذلك بالخيانة. وكان من بين الأشخاص الذين رفضوا تقديم نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير 2006 اللي فازت بها حركة حماس. الإخوان الكرام، هذا الفلسطيني حقيقة الأمر أنه أصيب هو ابن غزة، ولكن للأسف كل دار فيها كدار، والدار ديال غزة هذا هو الكدار ديالها. خان أسود غزة في الاشتباكات بين الفصائل وأصيب في هذه الاشتباكات، ولا علاقة لإسرائيل بإصابته. باش يقول لك أنه العدوان الإسرائيلي كذا وكذا، أبدا ما كانش شي عدوان إسرائيلي وتصاب فيه هو. هذه كانت اشتباكات بين الفصائل، وهو كان خائن للجهتين، كان خائن للفصيلين. هو الآن ممنوع منعا كليا من العودة إلى غزة وإلى الضفة الغربية أو إلى أي شبر من الأراضي الفلسطينية، لأنهم يتحدثون على كونه جاسوس وعميل لأطماع خارجية. هو مطالب، الرأس ديالو مطالب خصوصا في قطاع غزة، لذلك هو تيتفادى أنه يوصل مرة أخرى لغزة ولا يدخل مرة أخرى لفلسطين، لأنه رونها بالمعقول. فأش كننتظروا الإخوان الكرام من واحد اللي كان في السلطة، كان رجل أمن في السلطة الفلسطينية وقام بهذه الأفعال الشنيعة، اللي ما كانش أمين، خان أمانة وطنه، فكيف سنضمن نحن أنه لن يخون وطننا؟ هذا الإخوة الكرام هو أو هي لا فيديو ديال اليوم اللي درتها. نتمنى أنني نكون أصبت. ما تبخلوش عليا في التعليقات إخواني الكرام، لأنه منكم كنستمدوا الطريق أنا بعدا أنا شخصيا من المعلومات اللي تناخذ، فتنحاول أنني حتى أنني نغني بها الثقافة ديالي في المجال ديال هادشي ديال السياسة. مولوعة أختكم بهذا الجانب. ومرة أخرى أوجه الرسالة وأوجه النداء للكراغلة: تنحوا جانبا، تنحوا جانبا، تنحوا جانبا.
راه تنقولوا مهما كاين معكم واحد الخلاف، ربما في يوم إصرار المملكة المغربية على أنها ما تمشيش في الاتجاه ديالكم وما تمشيش في التعنت ديالكم وما تمشيش في هذا العداء ديالكم، يقدر يكون شي يوم تبزغ الشمس في العلاقة وتعيد الدفء إلى العلاقة المغربية الجزائرية. ولكن أنا والله العظيم راه ما نعقل عليكم، لأن وطني أولا وشعبية أولا، لقول الله أكبر، وشعبية أولا. هنا المملكة المغربية الشريفة، دمتم في رعاية الله وحفظه. دام وطننا منبتا للأحرار ومشرقا للأنوار، دامت أرضنا أرض عزة، والعزة لله سبحانه وتعالى. أودعكم إلى فيديو لاحق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.